طيب سأجيبك عن هاي النقطة. لا سأجيبك. لا أنت كذبت على الناس. لا أنت كذبت على الناس. اهدأ يا شيخ وليد. لا 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 ما تكذب على الناس، ما تكذب على الناس وأنا موجود. قل ما في كتبك. طيب قل رأيك وأقول لرأيي. لا مش رأيي، ده مسطر عندك أنت، أن الأرض لا تخلو من حجة، أي لا تخلو من إمام. نعم يا شيخ وليد، لكن هذا عام له مخصص. المخصص لا فين التخصيص؟ المخصص. والله ما حدش فنان بالكذب إلا أنت، بس أنت يا ملعون الفنان بالكذب. وهذا اللي معاك هذا سني، هذا ليس شيعي إخواني، هذا اللي معاه ليس بشيعي، هذا واحد سني. لو أنت شيعي فعلا تعال عند وعد اللامي، قابلنا هناك، تعال خلينا نشوفك. لو أنت فعلا شيعي تعال عند وعد اللامي، خليني أمسحك مسح أنت والكذاب هذا الملعون، لعنة الله عليكم الاثنين. يا وليد يا كذاب لا تكذب، قل ما في كتبك يا أخي، قل ما في كتبك، قل ماذا يوجد عند ابن تيمية، وماذا يوجد عند ابن القيم، وماذا يوجد عند علمائك. لا تكذب على الناس، قل ما في كتبك يا كذاب يا ملعون. أنت أساسا ما فتحت كتاب من كتبك ولا تعلم ما في كتبك، أنت تتهم الناس فقط ولا تعلم، لأنك أنت مش متعلم، مش ماخذ نص ساعة إسلاميات، أنت واحد جاهل يا أخي. ما دامك جاهل خلي الناس المتعلمة تتكلم. قل ما في كتبك، قل لا تكذب على الناس، قل ما في كتبك. ما تقول لنفسك يا أخي، ما تقول لنفسك يا بهيم، أنت والبهايم اللي معاك اللي قاعدين بيسمعوك. قل لنفسك يا أخي، لا تقول للناس. وهذا اللي معاك، هذا اللي معاك سني ليس شيعي، هذا ليس شيعي أبدا، هذا واحد سني أنت متفق أنت وياه، لعنة الله عليك وعليه يا ملاعين.